تخيل معايا تكون طالب فاشل وحياتك بايظه ومالكش لازمه في اي حاجه لدرجه انك تفكر في الانتحار لحد ما بيظهر فجاه في حياتك حارس يشقلب حياتك تماما. جهز نفسك دلوقتي يا صديقي الجرعه من الاكشن والاثاره. عايزين نوصل الفيديو ده 7000 لايك، احنا قد ايه يا رجاله، وعشان ده بيفرق معانا جدا في تفاعل الفيديو وده بيخلينا اكمل. ويلا بينا نبدا في سرد الحكايه. بتبدا حكايتنا في المدرسه الاعداديه وبنشوف الطلاب وهم بيحتفلوا علشان كل واحد فيهم نجح وهيروح المدرسه الثانويه اللي هو عايزها. بس على الجانب الاخر بنشوف مراي اللي بيكون قاعد لوحده ومكتئب وحزين وواضح ان هو عليه ان هو ما نجحش اصلا. وبعد كده بنشوفه في السوبر ماركت وهو بيحط كيس العيش في جيبه من غير ما حد ياخد باله، بس بيرجع في كلامه وبيحطه مكانه تاني. وبعد شويه بنلاقيه واقف فوق برج عملاق وخلاص بيقرر ان هو ينتحر وبيقول ان هو كان نفسه يعيش حياه سعيده مع اهله لكن ده ما حصلش وان حياته عباره عن جحيم وان دلوقتي جه وقت الموت. وبالفعل بينط من فوق البرج وبيستسلم الموت خلاص، لكن بتحصل حاجه غريبه جدا وانه بيلاقي نفسه طاير في الجو في بنت بجناحات شايلاه. ميراي ما بيكونش فاهم اي حاجه وفاكر ان ده تاثير الوقعه، لكنها بتتكلم معاه وبتقول له ان هي انقذته من الموت في اللحظه الاخيره وانه لسه عايش وما ماتش ولا حاجه. فبيتعصب جدا وبيقول لها ان هي كان لازم تسيبه يموت لانه فاقد للامل في الحياه. وهنا بنتعرف على مراي اللي عيلته ماتت وهو عنده 7 سنين وعمه وعمته هم اللي اتكلفوا بتربيته، بس عمه كان بيعامله معامله وحشه جدا وبيعذبه وبيطفي السجاير في جسمه كمان. فبتقول له الساحره انا جيت عشان اخليك تحس بالسعاده والسعاده دي مش هتقدر تحققها غير وانت معاك الحريه والحب. فبيقول لها انا طول عمري وحيد ومنطوي ازاي احس بالاحاسيس دي اصلا. بتفرد جناحها وبتقول له انه لو حابب يحس بالحريه دي فلازم يكون عنده جناحات زي دي. وبعدها بطلع سهم احمر اسمه سهم الحب وبتقول ان السهم ده مجرد ما ترميه على اي حد هيقع في حبك. بيستغرب مراي جدا من كلامها ولكنه بيلاقيها بتقول له انت لازم تختار يا الجناح يا السهم. فبيقول لها انا هختار الاثنين. هو الغريب بقى انها بتوافق عادي. فنتيجه اللي كده بيسالها طب انت ليه بتختبرني من الاول؟ فبترد عليه وبتقول له ده تقليد ولازم تتعمل معاه، كده كده اصلا كنت هديك الاثنين في الاخر. وفي الاخر مراي بتعصب وبيقول لها لا انا اروح اموت نفسي احسن من الجن ده. بس مره واحده الحارسه بترمي عليه حلقتين لونهم احمر، واحده في رقبته والثانيه في ايده. بتقول اللي في رقبتك دي هينتج عنها الاجنحه واللي في ايدك دي هي اللي هتقدر ترمي من خلالها الاسهم. بيندهش مراي وبيقول لها هو انا همشي في الشارع بالحاجات دي ازاي؟ بس بتقول له انه مفيش حد من البشر هيقدر يشوف الحلقات دي واللي هيقدر يشوفهم بس هم الحراس اللي زيها. بيستغرب مراي جدا من فكره ان في حراس تاني غيرها اصلا، بس بيسالها ازاي هيقدر يطير بالجناحات دي وازاي الجناحات دي هتظهر من الاساس. ومره واحده بتظهر اجنحه في ظهره وشكلها جميل جدا وبيقدر بعد كده يطير من غير مساعده الحارسه اللي معاه. وساعتها بيعيط وبيقول ان من زمان كان بيحلم ان هو يطير والحلم ده اتحقق اخيرا. بيفضل يلف حوالين البلد كلها لحد ما بيقف وبيفتكر صديقته القديمه. بعدها بتجيله الحارسه وبتقول له ان الطيران بتاعه كان ممتاز جدا بالنسبه لواحد اول مره يطير. واللي يضحك بقى انها بتقول له انت كده هتقدر تسرق براحتك من غير اي حد ياخد باله. بيندهش مراي لما بيعرف ان حد كان عارف ان هو بيسرق وبيقول لها هو انت حارسه ولا شيطان؟ بس الصدمه هنا لما بتقول له ان الشياطين هم البشر ومنهم عمك وعمتك اللي قتلوا عيلتك كلها وقال ان هو مجرد حادث. فبتصدم مراي جدا وبيفتكر المعامله اللي كان بيتعاملها وهو صغير من عمه وعمته. وبتقول له الحارسه ان جه الوقت خلاص انه يستخدم السهم علشان يقدر يعرف الحقيقه بنفسه. بعدها بشويه بنشوف مراي وهو داخل عند بيت عمته اللي بتزعله وبتقول له هو انت تاخرت ليه؟ فبيحاول يسال عن اهله لكنها بتتجاهل وعشان كده بيستخدم السهم لاول مره وبيضربها. بيقول المدهش في الموضوع ان هي اتغيرت معاه وبقت بتحبه فجاه، فبيستغل اللحظه دي وبيسالها عن وفاه عيلته. فبنشوفه وهي منهاره وبتقول ان هي ملهاش دعوه باللي حصل وان جوزها هو اللي اقنعها هي واخوها ان هم يقتلوا اخوهم الكبير علشان يسرقوه ويكوشوا على فلوسه. في الوقت ده بيظهر جوزها وبتروح تهجم عليه وبتقول له انت السبب، انت اللي فخخت العربيه وموتت اخويا ومرات وابن الصغير. بيدخل مراي في حاله ذهول وبيفتكر اليوم اللي عيلته فيه ماتت ساعتها لما كان بيوصلهم من العربيه وبيطمن على اخوه بيقول لهم ان هو هيستناهم ولما بيمشوا بالعربيه بيحصل انفجار ضخم. وساعتها بيعرف مراي ان اخوه وابوه وامه ماتوا. وبعد كده بنرجع تاني للوقت الحالي وبنشوف جوز عمه مراي وهو نازل ضرب فيها. وفي نفس الوقت ده بيكون مراي عمال يعيط وبيقول لهم انتوا لازم تموتوا مش اهلي. ولما بتسمع عمته الكلام ده بتقوم تمسك سكينه وبتصدمنا كلنا وبتقتل نفسها، والسبب في كده هو سهم الحب اللي مراي رماه عليها. واللي الحارسه قالت له ان اي حد هيترمي عليه السهم ده هيحقق لك اي حاجه انت عايزها منه مهما كانت. وبعدها بيظهر حارس في المكان بياخد عمته وبيطير وبيفضل مراي يعيط عشان يفتكر كلام امه لما قالت له ان الانسان لازم يعيش حياته يدور على السعاده. بيتضايق من نفسه لان حاول ينتحر وبيفضل يعتذر لامه علشان ما دورش على السعاده دي زي ما كانت هي بتقول له. في الوقت ده بتقول الحارسه اللي معاه ان هي ظهرت في حياته عشان يلاقي السعاده اللي كانت فايتاه.
بتاعه، وبتعرفه بنفسها وان اسمها هو ناسي. بعدها بتمر 3 ايام وبنشوف موراي هو وناسي وهم قاعدين في فندق، وبنعرف ان هو استخدم السهم الاحمر مره تانية عشان يوقع صاحبه الفندق في حبه ويخليها تسمح له ان هو يعيش ببلاش، وبيقول لناسي ان حبه الفكه دول هم اللي معاه دلوقتي، بس هو مش عايز يسرق وعايز يعيش حياه سعيده من غير ما يعمل اي ذنب او يقتل اي حد. بس بيتفاجئ لما ناس تطلب منه ان هو يقتل عمه واولاده عشان ياخد فلوسهم، وده لانه يبقى الوريث الوحيد اللي هياخد فلوسهم اللي هم اصلا واخدينها منه بعد ما قتل ابوه وامه، وكده يكون انتقم لموت اهله. ولما بيرفض موراي الفكره بتعرفه ناسي ان هو عنده قدره جديده وهي اسمها سهم الابيض، والسهم ده بيقدر من خلاله انه يقتل اي حد بدقه عاليه جدا، واي حد هيضرب بيه هيكون مصير الموت الحتمي. بيستغرب موراي جدا من تصرفاتها وبيقول لها هو انت ازاي كده؟ بتقول له الساحره ناسي ان السهم الابيض ده اتعمل عشان يكون القتل الرحيم للناس، وكمان بتعرفه ان في 13 شخص مرشح ان هو يكون حاكم الارض، وانه بالقدرات الجديده اللي معاه دي هيبقى من ال 13 دول، وال 13 دول هيتنافسوا مين اللي هيفضل عايش، واللي هيفضل عايش النهايه هيكون الحاكم. بعدها بنشوف الحاكم القديم وهو بيتجمع مع ال 133 حارس وبيقول لهم ان كل واحد فيكم هيكون مسؤول عن بشر واحد بس، والبشر اللي هيفضل منهم هو اللي هيحكم من بعدي، وبيقول لهم ان قدامكم 999 يوم كل حارس من الموجودين بيكون عايز يبقى البشر بتاعه هو الحكم الجديد علشان يبقى المساعد بتاعه. بعدها بنشوف موراي وهو بيقول لناسي ان هو مش عايز يبقى الحاكم وانه عايز يبقى في حاله بعيد عن كل الكلام ده، فبتقول له ناسي ان لو ما كسبش ال 12 بشري دول هناخد منك الاسهم والاجنحه وبكده مش هتقدر تحقق سعادتك. لكن موراي بيرفض وبيقول لها ان هو هيستخدم السهم الاحمر ضد عمه وهيخليه يسلم الفلوس من غير ما يقتله. بعدها بيقعد موراي يتفرج على التلفزيون شويه وبيتصدم لما بيلاقي حارس واقف فوق واحد اسمه رودريجيز، فبيفهم ان الراجل ده واحد من ال 13 بشر اللي اتقال له عليهم قبل كده. تقول له ناس ان هو استخدم السهم الاحمر عشان يخلي البنات تقع في حبه، وبتكون الناس مستغربه ازاي البنات بتحب واحد زي ده، فبيسالها موراي هو انا لو حد ضربني بالسهم بتاعه هقدر اهرب منه؟ بتشرح له وبتقول له ان الطريقه الوحيده عشان يقدر يتفادى الاسهم دي هو انه يطير بالاجنحه، وده لان الاجنحه بتكون اسرع من الاسهم، وكمان بتعرفوا ان تاثير سهم الحب بيزول بعد 33 يوم. وتاني يوم بيكون موراي راجع من المدرسه مع ناسي وبيفتح التلفزيون وبيتصدم لما بيشوف ان رودريجيز اتقتل في ظروف غامضه، وبيفهم ان اللي قتله هو اكيد واحد من المنافسين. وبعد لحظات بتبارك ناسي لموراي انه اتقبل في المدرسه الثانويه الجديده، وبتقول له انه خلاص بقى شخص ناجح وسعيد، بس للاسف بيكون وضع على موراي ان هو متضايق جدا وبيقول لها ان هو ما يستحقش النجاح ده. فبتستغل ناسي وبتقول له انت خلال الفتره الاخيره قدرت تضرب عمك بسهم الحب وخليته يسلم كل فلوسه ويسلم نفسه للشرطه، وبعدها قدرت تشتري بيت واكل وشرب، وكمان اتقابلت في المدرسه الثانويه اللي انت كنت عايزها. متضايق ليه يا عم دلوقتي يا ابن النكديه؟ فبيقتنع بكلامها، واثناء ما هم ماشيين بيلاقي انه في سطو مسلح على بنك والمجرمين محتجزين الرهائن وبيقتلوا فيهم، بس مره واحده بيظهر انسان، واللي الغريب ان موراي بيلاحظ ان عنده جناحات. بيضرب العساكر بالسهم الاحمر عشان يسمعوا كلامه ويقول لهم ان اسمه مترو وان هو اللي هينقذهم من الشر، وبعدها بيروح لواحد تاني من المجرمين، ولما بيضرب عليه نار بيقدر يتفادى الرصاصات وبيضربه بالسهم الاحمر، بس بيظهر واحد تاني من وراه بيحاول يقتله لكنه بيتفادى كل الرصاصات بتاعته وبيقتله بالسهم الابيض. ولما بيحرر الرهائن بيروح يتكلم على الاعلام وبيعرفهم بنفسه وبيقول لهم ان هو هيكون البطل اللي هيخلصهم من ال 12 عدو اللي عندهم، وبيقول لهم انا قتلت واحد منهم بالفعل وبتحدى ال 11 الباقيين، ولو حد عايز يقتلني انا مستنيه. فبيفهم موراي ان هو اللي قتل رودريجيز وبيحس بالخوف وبيطلب من الناس ان هي تبتعد عنه عشان لو اتشافت معاه ممكن يقتلوه. بيروح بعدها موراي البيت وبيطلب من الناس ان هي تاخد منه الاسهم والاجنحه، وبتقول له ان انا لو خدتهم منك هتموت، لان اساسا لو ما كنتش اخدتها من الاول كان زمانك موتت نفسك. وساعتها بيعرف موراي انه في كل الاحوال ميت. بعدها ناس بتشرح له وبتقول له ان الحراس الثلاثه دول بينقسموا لثلاث رتب، الرتبه الاولى ودول اللي بيستخدموا الجناح والاسهم الحمر وبس، اما الرتبه الادنى دول بيستخدموا الاجنحه. وبعد تفكير كتير بيقرر موراي ان هو يعيش حياته بشكل عادي وانه هيروح المدرسه، بس الناس هتكون في البيت ومش هتظهر معاه. وبالفعل تاني يوم بيحضر موراي نفسه عشان يروح المدرسه، فبتقول له ناسي انه لازم يستخدم السهم بتاع الحب ده عشان يوقع ساكي صديق طفولته في حبه. ولما بيوصل المدرسه بيكون قلقان ان مترو يعرف مكانه ويقتله، بس بيطمن نفسه انه دلوقتي لوحده ومحدش هيشك فيه. بس الصدمه هنا انه بيلاقي حارس واقف في السماء، بيخاف وبيترعب بس بيقول لنفسه ان الناس مش معاك محدش هياخد باله، اتحرك بس انت بسرعه. ولكن مره واحده بيلاقي الحارس ده بيقرب منه وبيبص في عينه جدا وبيبرق له ويبقى عارف ان هو واحد من المختارين. والحارس وقتها بيقول له انه خد باله منه لما اتردد وبص لفوق، وكمان بيقول له البشر اللي هو مسؤول عنه موجود معاه في المدرسه. وهنا بيفتكر ماي انه متراقب، ولما بيلف وشه بيتصدم ان هي ساكي البنت اللي بيحبها. بس الصدمه الاكبر اللي حصلت لما ساكي ضربته بالسهم الاحمر وخلته يقع في حبها، وبعد كده بتأمره ان هو يطير باجنحته ويروح يستناها في اوضته. وفعلا بيروح موراي وبيكون السهم مؤثر عليه جامد. ولما بتوصل هي وريفل اللي هو الحارس بتاعها بتساله عن رتبه الحارس بتاعها، وبيقول لها ان هي من الرتبه الخاصه. وهنا بيفتكر ريفل ان موراي هو مترو، لكن موراي بيقول له لا، فبيأمره ريفل انه يساعد ساكي في الطيران، ده لان ريفل حارس من الرتبه الادنى وبسببه ساكي بتقدر
تستخدم الاسهم الحمراء بس ما بتقدرش تستخدم الاجنحه، فبيقربوا من بعض وبتحصل رابطه ما بينهم، وبياخد ميري ساكي وبيطير بيها وبيكون مبسوط جدا، ولكنه مش عارف اذا كان مبسوط بسبب السهم اللي رشق فيه ولا هو عشان بيحبها اصلا. يرجع ميار لسكن البيت، وهناك بيلاقي اخبار جديد عن مترو، فبيقول لهم ريفيل ان مترو هو الخطر حقيقي وانه لازم يقتل، ولازم اللي يقتله يكون حارس من الرتبه الخاصه، لان مترو لو ما اتقتلش هيقتل كل المنافسين بتوعه واللي منهم ساكي طبعا. فبيتجنن مراي وبيقول لهم انه هيروح بنفسه يقتل مترو علشان ساكي ما تتاذيش حتى لو هيكلفه حياته. بس وهو خارج بيلاقي ناس ظهرت له وبتقول له انا ما كانش ينفع اسيبك لوحدك كده، بتقول له ان ريفيل بيخدعه وانه لو اتقتل من مترو اجنحه الاسهم بتاعته هتروح لساكي، لو حصل العكس وهو قتل مترو فالاسم والاجنحه بتوع مترو هتروح لساكي في الحالتين، وفي الحالتين ريفيل هو اللي مستفيد. وبيعتذر لهم ريفيل وبيقول لهم انه مستعد يعمل اي حاجه عشان ساكي تبقى الحاكمه الجديده. وهنا بنعرف ان كل الحراس منهم بيحمل صفه معينه، والصفه اللي بيحملها ريفيل هي الخداع. وهنا بتقول له ناسي ان ميراي مستحيل يأذي ساكي، وده ببساطه لانه بيحبها من غير اي حاجه، وبالرغم ان ريفيل بيتفاجئ بس بيقول له انت لازم تفضل موجود في البيت على طول وتكون مع ساكي في كل مكان عشان تحميها من خطر مترو. وعلى الجانب الاخر بنشوف مترو هو بيطارد احد تجار المخدرات اللي هربان من الشرطه، وفعلا بيوصلوا ويضربوه بالسهم الاحمر. بعدها بنشوف مترو بيوصل للبيت بتاعه وبيقلع القناع، وبيظهر ان هو والحارس بتاعه واللي بينصحه انه لازم يقتل كل المنافسين في اسرع وقت، وبيكون واضح عليه ان هو بيحب القتال. وبعد 33 يوم بيزول تاثير السهم الاحمر من مراي، بس بيفضل واضح عليه الحب تجاه ساكي، بيقول انه هيحميها من مترو، وانه لو وصل الامر انه يقتله مش هيتردد في مقابل انه يعيش حياه سعيده هو والبنت دي في الوقت ده. وفي الوقت ده بيجي اعلان في التلفزيون ان مترو هيلقي كلمه وبيقول فعلا انه غلطان، وانه بيوجه دعوه ل 11 شخص المتبقيين لحضور اجتماع في مكان اسمه مدرج جينو. وهنا بيقول لهم ريفيل واضح من كلامه ان ده مجرد فخ، ولما بتساله ساكي اشمعنى اختار المدرج ده عشان يكون مكان الاجتماع بيقول له ريفيل علشان مكان مفتوح، وكمان المدرج ده هيحضر فيه ناس كتير عشان تشوفه وهو بيتجمع مع اعضائه القدامى. لكن مراي ما بيكونش مقتنع وبيقرر ان هو وساكي هيروحوا الاجتماع ده، بس هيروحوا يراقبوه من بعيد زيهم زي اي حد. بعد كده بيديلهم ريفيل شويه تعليمات زي ان هم لازم ما يلفتوش الانتباه، وانهم يتعاملوا كانهم بشر عاديين، ولو شافوا حارس بيطير او حتى بشر بيطير ما يبصوش ناحيته. وفي المدرج بنلاقي ناس كتير حضرت، والاعلام بيصور كل اللي بيحصل، والشرطه مأمنه المكان، والناس كلها منتظره الاجتماع اللي هيكون ما بين مترو البطل العظيم وبين الاعضاء ال11. وفي الوقت المحدد بيوصل مترو، والغريب ان بيكون في اتنين لابسين نفس البدله بتاعته، وبيظهر بعد واحد منهم بيرمي السهم الاحمر ناحيته، لكن الصدمه ان مترو مش بيتحرك، السهم مش بيقدر يخترقه، وبنعرف ان السهم ما اثرش فيه لانه ببساطه ده مش مترو اصلا، ده شخص عادي وضربه السهم الاحمر ولبسه البدله دي وخلاه تظهر ان هو عشان يقدر يجذب الانتباه المختارين للمكان، وفي نفس الوقت يكون في امان تام. بعدها بنشوف ماضي الاثنين اللي ظهروا في السماء، دول بنعرف ان هم كانوا فشله زي مراي، بس الفرق ما بينهم ان هم ما اتقابلوش في الجامعه، واحد فيهم اسمه تابو والتاني اسمه هاتا. وتابو ده كان عايز ينتحر لان حياته ما بقتش ليها اي لازمه، فبيقول له هاتا ان معاه عقار بمجرد ما ياخده هيموتوا على طول هم الاثنين. وبالفعل بياخدوا العقار، ولكن في لحظتهم الاخيره بيظهر لهم الحراس وبيدوهم قوتهم، ويعرفوهم في الوقت ده ان هم بقوا مرشحين لحكم العالم. بس من الغريب ان هم من ساعتها هم متحدين مع بعض، وهدفهم هو قتل مترو لان هو اللي بيشكل الخطر الحقيقي عليهم. ومره واحده بنشوف مترو الحقيقي بيظهر على الشاشه يقول لهم ان هو كان عارف بقصتهم وانهم متحدين، وان كمان هيكون صعب عليه يرمي السهم عليهم لان التاني هيكون خلص عليه ومش هيقدر يصد هجومه. بعد شويه بتظهر بنت صغيره وبتطير في السماء، وهنا بيعرف مراي ان هي واحده من المختارين، لكن البنت دي بتعيط وبتطلب من هاتا وتابو ان هم يحموها من مترو، وده لانها كانت بتمتلك اجنحه وبس، وبتحكي لهم ان هي كانت بتتعرض للتنمر في المدرسه، والاجنحه دي اللي انقذت حياتها. تسال لهم ان هم يحموها، فبيرد عليها هاتا وبيقول لها انا موافق بس بشرط احنا هنضربك بالسهم الاحمر عشان نتاكد ان انت معانا بشكل نهائي. فبتوافق البنت وبتقرب ناحيتهم، ولكن في اللحظه الاخيره يظهر مترو حقيقي وبيغرز السهم الاحمر في قلبها وبيخطفها. الكل بيبقى في حاله ذهول، وهاتا وتابو ما بقوش عارفين يعملوا ايه لحد ما طلبوا من باقي المختارين انهم ينضموا ليهم. بيقولوا ان اكيد في ناس من المرشحين موجودين في المكان ده وخايفين يظهروا نفسهم، ولو اتحدنا مع بعض هنقدر نهزم ابن العبيطه ده. بيسمع مراي وساكا اللي بيتقالك انهم بيرفضوا العرض لحد ما بيظهر اتنين رافعين ايديهم وبيوافقوا. المضحك في الموضوع ده بقى ان هم بيكونوا لابسين نفس اللبس بتاع مترو، بس المره دي بيكون لونهم اخضر وبينك، ولما بييجوا يضربوهم بالاسهم بتاعتهم بتحصل حاجه غير متوقعه، مترو حقيقي بيظهر وبيضربهم هما الاثنين بسهم احمر وسهم ابيض. بيشرح لهم ان هو بدل مكانه مع المزيف في الوقت اللي كان تابو وهاتا رايحين يرموا اسهمهم على الاخضر والبينك. بيموت تابو وبتيجي الحارسه بتاعته وبتاخده. وبس كده يا ابطالنا، ده كان الجزء الاول من حكايتنا، وخليني دلوقتي اقول لك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ويلا السلام.